السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحديث عن الشباب حديث عن مستقبل الأمة وازدهارها ورقيها، لأنهم هم آمالها وآلامها ولبها وجوهرها. وإذا أردت أن تعرف مستقبل الأمة فانظر إلى شبابها، فإذا صلحوا صلح مجتمعهم، وإذا فسدوا فسدت مجتمعاتهم وانهارت أممهم. وقد عني النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الفئة لأنهم عنوان الإسلام وسر مستقبله وسر قوته وحضارته، فوجههم توجيها سليما وأرشدهم إرشادا مستقيما، بناهم على العقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة التي تكفل لهم الرقي والتقدم والثبات على هذا الدين الصحيح. وإنه مما جاء في توجيه النبي عليه الصلاة والسلام وتوصيته لهذه الفئة التي تعتبر طاقة الأمة وسر قوتها وسر نهضتها، ما أوصى به عليه الصلاة والسلام ابن عمه رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي لفظ: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه وصية جامعة وقضية نافعة تضمنت أركان الإسلام ودعائم الإيمان، بل تعتبر لب الإسلام وجوهره، ولا يستقر إيمان عبد حتى يحققها ويعمل بمقتضاها، لما اشتملت عليه من أصول التوحيد وأركان الأخلاق وفضائل الأعمال، والتوجيه السليم توجيها أخلاقيا عقائديا علميا. والنبي عليه الصلاة والسلام حريص أن يربي الشباب على هذه العقيدة الصحيحة، لأنهم هم الذين سيحملون راية الإسلام لينشروها في ربوع العالم. ولهذا
لما أردف ابن عمه عبد الله بن عباس الذي يعتبر ترجمان القرآن وحبر الأمة وبحر العلم، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان علما من أعلام النبوة، حيث كان من أفقه الصحابة، وكان إماما في التفسير لا يجارى، وكان يشار إليه بالبنان في الفقه والفضل والأخلاق والعلم. فيردفه النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم هذه الكلمات، فنقف وقفة تجلي الحقائق والمعالم التي ينبغي على الشباب أن يسيروا عليها. أولها الحرص على مصاحبة الأخيار في الحضر والأسفار، الحرص على مزاحمة أهل العلم والجلوس بين أيديهم واصطحابهم والتردد عليهم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، بهم تحيا القلوب وتقر العيون، لا يشقى بهم جليس ولا يستوحش بهم أنيس. هؤلاء العلماء الربانيون الذين جعلهم الله عز وجل أنوارا يهتدى بهم في ظلمات الشبهات ومعاقل الشهوات. هؤلاء العلماء الذين إذا صحبتهم فإنهم يعلمونك ما جهلت، ويرشدونك إذا ضللت، وينبهونك إذا غفلت، ويعينك إذا تذكرت. هؤلاء العلماء صحبتهم حياة القلوب وقوة اليقين وكمال الإيمان. هؤلاء العلماء إذا رؤوا ذكر الله فصحبتهم أمان من الضلال وعصمة من الزيغ وحصن حصين من عواصف الشبهات أو قواصف الشهوات. ما أفلح قوم زهدوا في العلم وفي أهله، وما أفلح الشباب زهدوا في هؤلاء العلماء، بل ضلوا وأضلوا إذا تكلموا فيهم وأعرضوا عنهم وغمزوهم ونبذوهم. كيف يكون بذلك والله عز وجل جعلهم قياما على دينه بعد وفاة أنبيائه؟ هؤلاء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه بحظ وافر. فهكذا اصطحب ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، وهكذا ينبغي على الشباب أن يزاحموا أهل الخير وأهل الفضل ويزاحموا الصالحين، تقوى بصحبتهم إيمانهم ويقوى يقينهم، ويعرفون أحكام الحلال والحرام. نعم، هؤلاء هم العلماء. فالوصية الأولى لهؤلاء الشباب أن يتقيدوا بهذا، أن يتحروا هؤلاء الصالحين وهؤلاء أهل العلم لمصاحبتهم، فإنهم لا يشقى بهم جليس. أن يتحروا الصالحين الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحديك وإما أن تشتري منه مسكا، وإما أن تشم منه رائحة طيبة، يعني أن مصاحبة الأخيار لا تعدم الخير، لا تعدم الخير. فإما أن تشتري، وإما أن يحديك وأن يعطيك وأن يهبك، وإما أقل الأحوال أن تشم منه الكلمة الطيبة والرائحة الطيبة. أما مصاحبة الأشرار فإنها غم النفوس وقذى العيون وبعد عن الحق
وبعد عن الصراط المستقيم. فلينظر أحدكم من يصاحب، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم مصاحبة الأشرار كنافخ الكير. لا تعدم الشر، إما أن يحرق ثوبك، وإما أن تشم منه رائحة كارهة. والأمر الثاني الحرص على طلب العلم، لأن العلم نور يحرق به أو تحرق به ظلمات الشبهات، وبه يميز بين الحلال والحرام، وبه تعرف الأحكام. العلم هو حياة القلوب وقوة اليقين وكمال الإيمان. ومن تراجم الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، فلا يصح قول ولا يصح عمل إلا بالعلم النافع. والعلم هو المستمد من كتاب الله وسنة رسول الله وعلى ما فهمه سلف هذه الأمة. فالعلم قال الله قال رسوله قال صحابتهم أولي العرفان. ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فإذا رأيت الشباب قد أقبلوا على الأقلام وصاحبوا ذوي الأفهام من العلماء الربانيين، فهذا يؤذن بالخير وبالصلاح لهذه الأمة. أما إذا رأيت الشباب قد عكفوا وزهدوا في العلم وأقبلوا على القيل والقال وكثرة الجدال وتتبع عثرات الرجال وتقلب الأحوال، فهذا إذان بفساد الأمة وانحرافها واضمحلالها. فهذه الوصية ينبغي على الشباب أن تطرق آذانهم وتوقظ هممهم وتقوي عزيمتهم للإقبال على العلم وعلى أهله، لأنه هو المخلص من هذه الشبهات التي تلاعبت بعقول كثير من الشباب، فأخذتهم ذات يمين وذات شمال حتى صاروا لا يميزون بين الحق والباطل وبين الغث والسمين وبين النافع والضر وبين الخر والشر. أما الذين أقبلوا على العلم النافع وزاحموا أهل العلم بركبهم وبركوا بين أيديهم، فتراهم قد علت هممهم وسمت أمورهم وطلبوا المعالي. أما الوصية الثالثة المستمدة من صدر الحديث هو الحرص على الوقت للاستفادة وللطلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه السفر من أن يعلم ابن عباس، لم يمنعه السفر، فهو في السفر فيعلم ابن عباس ويقول يا غلام إني أعلمك. وهكذا ينبغي على العبد أن يطلب العلم وأن يحرص هذا الوقت الثمين في طلب العلم، لأن الوقت هو رأس مالك، فضياعه من أعظم الخسران. فإذا استغللته في طلب العلم وفي طاعة الله عز وجل عاد عليك بالفائدة. أما إذا ضيعته في القيل والقال وضيعته في النظر إلى الفضائيات وفي المقاهي والنوادي والملاهي عاد عليك بالخسران. فالمال أو فالوقت كرأس المال بالنسبة للتاجر، والله عز وجل يظهر قيمة الوقت وعظمه حيث أقسم به. والله عز وجل لا يقسم إلا بالشيء العظيم من مخلوقاته تذكيرا لعباده بإدراك قيمة هذا المقسم به، فأقسم به في مواطن كثيرة، منها قال والعصر، والعصر هو الزمن، قال والضحى، قال والشمس والليل. كل هذه مواقيت لبيان عظم الوقت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان من نعم الله وهي كثيرة، لكن هاتين النعمتين قد أغفل عن عظمها كثير من الناس. ولهذا قال نعمتان
مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. فالصحة نعمة من الله عز وجل، فإذا لم تهتبلها وتغتنمها فقد يهاجمك السقم والمرض ويقعدك الفراش فتعجز عن أداء الواجبات. والفراغ نعمة من الله عز وجل، فإذا لم تستغله في طاعة الله وفي طلب العلم والازدياد منه، كما قال بعض السلف: إذا مضى يوم ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. إذا مضى يوم ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. كان يعتبر إذا مضى عليه يوم ولم يستفد فهو نقصان لعمرك القصير. هو نقصان لعمرك القصير. إي نعم. إذا فهذا الوقت من نعم الله عز وجل. فقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فإذا لم تستغل وقت فراغك لطاعة ربك والازدياد من العلم. وإن موسى عليه السلام خرج مع الخضر وهو نبي خصه الله عز وجل بتكليمه، وأتاه الألواح وأتاه التوراة فيها هدى ونور، وخرج مع الخضر ليتعلم. ولو استغنى أحد عن طلب العلم والازدياد منه لاستغنى موسى عليه السلام. إذن قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. لأنك إذا لم تستغل هذا الوقت وقت فراغك فإنه يعقبك الشغل فيشتت ذهنك ويضعف عزيمتك وتفوتك الأمور ولا تدركها. وهيهات أن يدرك الوقت إذا فات. وتعلمنا ونحن الصغار، ولا يخفى عليكم هذا المثل. قال: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، فما مضى منه لن يرجع. قال: رب ارجعون. ما مضى منه فلا يرجع. فينبغي على الشباب أن يحرصوا على هذا الوقت، فإنه الكنز الثمين والحبل المتين الذي يوصل إلى اليقين ويوصل إلى العلم النافع والعمل الصالح. هذه مقدمات وأصول في صدر سفر النبي عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فيقول وهو بين يديه أو هو خلفه ويناديه: يا غلام. وهذا أدب رفيع من آداب التعليم والإرشاد والتوجيه، لأن أصل في النداء أن يطلق أو أن ينادى البعيد: يا فلان، للبعيد، لكن ناداه وهو خلفه لينتبه وليصغي إلى ما سيلقى إليه من العلم. وهذا أبلغ في التعليم وأبلغ في الفائدة، لأنك إذا ناديت الرجل وقلت: يا فلان، ينتبه. أما إذا ألقيت الكلام ارتجالا وابتداء فلعله يكون مشتت الذهن أو يكون ذاهلا غافلا. فلما تناديه: يا فلان، ينتبه، سيما إذا كان ما سيلقى إليه من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها وأن يدرك معناها. كيف لا؟ وقد علمه النبي عليه الصلاة والسلام أصول الإسلام وأركان الإيمان وقواعد التوحيد ومعالم الأخلاق والأعمال. فقال: يا غلام، إني أعلمك. فسمى هذا كله تعليما. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المربين وإمام المعلمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: إن أعلمك كلمات مختصرات، لكن تحمل في طيتها المعاني الكليات والجوامع. وقد أوتي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، وفجر الله عز وجل من شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم. فهذه الكلمات لكن تحمل المعاني الكثيرة. وهكذا ينبغي أن يكون عليه المربون والمعلمون، أن يهتموا بالألفاظ الجوامع والكلمات الكليات
التي تجمع المعاني الكثيرة، وهذا أفضل بكثير من كثرة الكلام ومن الثرثرة ومن التشدق والتعمق في الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع، بل يبث في نفوس الطلاب الفتور والسآمة والملل، فلا أصغوا ولا استفادوا. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أعلمك كلمات. الكلمة الأولى التي هي نبراس للشباب، وابن عباس كان غلاما، والغلام هو إرهاص للشباب أو مفتاح الشباب، والنبي صلى الله عليه وسلم هيأه وهو مقبل على الشبيبة أو على الشباب أو مرحلة الشبيبة، لأنها من أصعب مراحل حياة الإنسان. نعم، لأن قوله غلام، والغلام هو الذي يكون دون السن 7 أو 9، وابن عباس رضي الله عنهما كان وقتئذ قد ناهز الاحتلام، أي قد فتح عليه باب الولوج إلى مرحلة الشباب، فهيأه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كما رباه النبي عليه الصلاة والسلام، كان أسوة قدوة في الفقه وفي العلم وفي التوحيد وفي العقيدة وفي الأخلاق. قال: إن أعلمك كلمات. الكلمة الأولى قال: احفظ الله يحفظك. كلمة جامعة من أوجز العبارات وأجمع الكلمات، لأنها تضمنت أصول الأحكام وأصول الإسلام. احفظ الله. هل الله عز وجل يحتاج إلى عبده أن يحفظه؟ والله عز وجل غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله عز وجل غني على عباده، لا تضره معصيتهم ولا ينفعه طاعتهم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. لكن المقصود بقول احفظ الله أي احفظ حدود الله وأوامره ونواهيه، فلا تتعدى حدوده ولا تنتهك حرماته ولا تتعدى على محرماته، وينبغي أن تمتثل لواجباته وأن تكف عن زواجره ومنهياته. فمن حفظ حدود الله وفعل الأوامر واجتنب الزواجر فقد حفظ الله عز وجل، فقد حفظ الله عز وجل. والله عز وجل أمر عباده أن يحفظوا شعائره، وأن لا يتعدوا على حدوده، وأن يمتثلوا أوامره، وأن يجتنبوا زواجره. ومما أمر الله عز وجل بحفظه هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، فأمر عز وجل بالمحافظة عليها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمر بالمحافظة على الصلاة لأنها عنوان الاستقامة وصدق الإيمان، ولم يجعل الشرع عبادة حدا بينها وبين الكفر إلا الصلاة، فقال: الحد بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وهي الفريضة الوحيدة التي فرضت من فوق 7 سماوات، وباقي الفرائض فرضت في الأرض. وفضائلها وشعائرها ومناقبها أكثر من أن تحصر، حتى أن أهل العلم قد أفردوها بالتصنيف. نعم، والمقصود أنه ينبغي على الشباب أن يكونوا من المحافظين لصلواتهم وأدائها في أوقاتها مع الجماعات. بهذا فرضت: واركعوا مع الراكعين. أيضا مما ينبغي أن يحافظوا عليه، وهذا أكثر ما يبتلى به الشباب، أن يحفظوا هذه الجوارح في طاعة الله عز وجل، فلا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله،
ولا يمد يده إلا إلى ما يرضي الله، ولا يمشي إلا إلى ما يرضي الله، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: وإذا تقرب إلي عبدي بالنوافل حتى لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كنت سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا ما يرضي الله، كنت بصره الذي يبصر به فلا يبصر إلا إلى ما يرضي الله، ويده التي يبطش بها فلا يبطش إلا ما يرضي الله. وكأنما خرج من التسيير الذاتي إلى التسيير الإلهي، وهذه كمال الولاية لله عز وجل، فيصير وليا لله عز وجل، إن أولياؤه إلا المتقون. نعم. أما إذا ضيع الحدود واستهان بالأوامر وانتهك الزواج والنواهي والزواجر فما حافظ الله عز وجل. وإذا ضيع الله فإن الله عز وجل يضيعه، ولهذا قال: احفظ الله يحفظك، والجزاء من جنس العمل، اذكروني أذكركم. الجزاء من جنس العمل. فمن حافظ الله في حدوده وشرائعه وحافظ على دينه فإن الله عز وجل يحفظه. وما أحوج العبد إلى حفظ الله ورعايته وكلائه، والله عز وجل إذا حفظك فإنه يحفظك في دنياك، فيمتعك بصحتك، ويحافظ على أهلك وأولادك، ويحافظ على أموالك، ويقيد لك ملائكته يحفظونه بأمر الله. وأعظم ما يحفظك به ربك عز وجل أن يحفظ دينك الذي هو رأس مالك، وضياعه من أعظم الخسران. يحفظ دينك ويحفظ عقيدتك ويحفظ شعائر دينك، فلا تزيغ ذات يمين ولا ذات شمال، ويثبتك على الصراط المستقيم حتى تلقى الله وهو عنك راض، فيثبتك عند عواصف الشبهات فلا تزيغك ولا تضلك. وأحوج ما يحتاج إليه العبد، بل أمس الحاجة من طعامه وشرابه، بل من هواه الذي به حياته، لأن الله عز وجل إذا لم يحفظك فقد ضللت ضلالا مبينا في الدنيا، وخسرت خسرانا مبينا في الآخرة. فما أحوج العبد أن يتقرب إلى ربه عز وجل، ويكل أمره إلى الله، ويفتقر إليه، وينكسر بين يديه، يسأله أن يحفظ دينه، وأن يحفظ عقيدته، وأن يحفظه وأن يثبته عند فراق هذه الحياة، ويثبته على قول لا إله إلا الله. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد فسرت هذه الآية أنها نزلت عند عذاب القبر، فيثبته الله عز وجل على هذه الكلمة وهو يفارق الحياة، ويثبته في قبره وهو يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيثبته الله عز وجل. وهذا الثبات وهذه المحافظة لا يستحقها إلا من كان وليا لله، حافظ على أوامره، راعى شعائر الله عز وجل. احفظ الله يحفظك. احفظ الله ليس بتكرار، وإنما تأسيس وتأكيد، ليرتقي به من موطن أو من مقام إلى مقام أعلى منه، ليرتقي به من مقام إلى مقام أعلى منه، حيث قال: احفظ الله تجده تجاهك بضم التاء، أي يلي وجهك، يعني أمامك، كما في رواية أخرى يجعلك تشعر كأن الله عز وجل أمامك تنظر إليه. وهذه هي المعية الخاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية تقتضي
حفظ الله لك ونصره لك ورعايته لك. هذه المعية إذا شعرت بها لا تستوحش، لأنك تأنس بالله وتشعر أن الله معك. ومن شعر أن الله معه أن يستوحش أن يستغرب فيشعر بالغربة أو يشعر بالوحشة، بل يشعر بالأنس وبالسكون والاطمئنان، ويشعر بقرة العين، لأن الله عز وجل معه. ومن كان الله معه فمن يخاف، ومن كان الله معه فمن يرجو. قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لجأ إلى الغار مع الصديق أبي بكر رضي الله عنه، قال أبو بكر: لو أن أحدهم اطلع تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك باثنين الله ثالثهما، الله ثالثهما، كان الله معهما. فثبت قدمه وثبت رأيه وثبت عقيدته وأعلمه أن الله معنا، ومن كان الله معه فلا يخيبه ولا يخذله. وإذا شعر العبد بهذا عاش عيشة طيبة. وهذه الحياة لنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة ليست حياة الدعة وليست حياة الشهوات، لأن الشهوات تذهب فتبقى الشقوات وتبقى الحسرات. أما الحياة السعيدة هي حياة الأنس بالله والتقرب إليه والتعرف إليه، كما قال بعض العارفين: خرج أهل الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: حب الله والأنس به. فأطيب ما في الدنيا هو الإقبال على الله والانكسار بين يديه، هو حب الله ورجاؤه وسؤاله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما مكر به خصومه وأعداؤه ووشوا به إلى الخليفة قال كلمة جامعة تنبي على معرفة الرجل بالله عز وجل ومدى قربه بالله عز وجل. فقال: ما يفعل خصومي بي أو أعداء بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي خلوة يخلو فيه مع ربه عز وجل بأنواع المناجات والدعوات. إن نفوني فنوفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. هذا ما يسمى في البلاغة بالتقسيم، فلم يدع شيئا لخصومه أن يقوموا به، ما يسمى بالتقسيم. فذكر وحصر حياته في هذه الأشياء، لأن الخصوم ما يستطيعون أن يفعلوا أكثر من هذا. إما السجن فالسجن خلوة، إما النفي فسياحة، وإما القتل فشهادة. هكذا تكون حياة العارفين بالله والمقربين إلى الله والمحافظين لدين الله عز وجل. يرعاهم الله عز وجل بكلائه ويؤنسهم في وحشتهم. وهذا ما ربى عليه ابن عباس، وهذا من كمال الإيمان وبلوغ درجة الإحسان أن يشعر العبد أن الله عز وجل معه فيتقرب إليه ويأنس به. قال: احفظ الله تجد تجاهك. فهذه الكلمة الثانية، فهي كلمة مختصرة حروفها معدودة، لكن تحتها من كنوز العلم والمعرفة التي لا يدركها إلا من مارسها، أو لا يدركها إلا العارفون بالله عز وجل. تعرف. قال: احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كذا يعلمه العقيدة الصحيحة ويربطه بالتوحيد الخالص وبمعرفة الله عز وجل. ويقول: إذا سألت فلا تسأل أحدا، لأن الناس كلهم فقراء عاجزون لا ينفعوك إلا ما قدر الله عز وجل لك، ولا يضروك
إلا بما قدر الله عز وجل لك. فلما تسأل العاجز المخذول الفقير وتترك الله عز وجل الغني؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله عز وجل ذو فضل عظيم. لو اجتمع الناس كلهم أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم وذكرهم وأنثاهم في صعيد واحد وسألوا الله عز وجل وأعطى كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله، فغناؤه مطلق ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وأتأمل هذه الآية فإنه لم يقل قل، لأن غيرها من الآيات إذا قال يسألونك قل، لكن هذه الآية قال وإذا سألك عبادي عني، لم يقل قل، بل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنه ليس هناك واسطة بين العبد وبين الخالق، ليس هناك واسطة بين الخلق وبين الخالق. فالله عز وجل يسمع دعاء الداعي إذا دعاه ويستجيب لدعائه. فإذا سألت فاسأل الله، لا تسأل أحدا، فاسأل ربك عز وجل. خاب وخسر قوم جهلوا ربهم عز وجل وذهبوا إلى القبور والأضرحة واهتبلوا وتضرعوا بين أيديهم يسألونهم تفريج الكروبات وإجابة الدعوات، فما زادوهم إلا خيبة وإلا دهرا. خاب قوم جهلوا ربهم عز وجل فسألوا البشر فما زادوهم إلا فقرا. أما العارف بالله عز وجل فإذا سأل فلا يسأل إلا الله، وإذا دعا فإنه لا يدعو إلا الله، لأن السؤال والدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الدعاء هو العبادة. نعم، الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء والسؤال فيه إظهار للافتقار والانكسار بين يدي الجبار. الدعاء إظهار للافتقار، يعني أن العبد يفتقر إلى ربه عز وجل فيسأله إياه، يسأله من فضله ويسأله من غناه، فيظهر احتياجه إلى الله عز وجل. ولهذا كان من أجل العبادات وأفضل القربات إلى رب الأرض والسماوات. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا فوضت أمرك وتوكلت فلا تفوض ولا تستعين ولا تتوكل إلا على الله، لأن الله عز وجل القادر على كل شيء. أما إذا توكلت على العباد فإنهم لا يزيدونك إلا بعدا وإلا تعجيزا، ولو فرض أنهم قدروا لك شيئا فلا يقدرون لك إلا ما كتب الله عز وجل لك. فاستعن بالله عز وجل وتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فيكفيه من كل الشرور ويذل له كل الصعوبات. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد والدعاء هو العبادة وإياك نستعين، وقدم إياك على الفعل لإفادة الاختصاص والحصر، يعني لا تستعين إلا بالله ولا تدعو إلا الله ولا تعبد إلا الله. فهذه الكلمة هي سر القرآن، كما قال بعض السلف إن الله عز وجل جمع الكتب السماوية في القرآن، وجمع القرآن في المفصل، وجمع المفصل في المثاني يعني في الفاتحة، وجمع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الكلمة التي من أجلها خلقت الخلائق ونصب الصراط وانقسم الناس إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار وإلى أهل الجنة وأهل النار. هذه الكلمة ما تقيد بها العبد
إلا بلغ مقام الصديقين عند الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذه الكلمة الرابعة. ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد قدره الله لك. يعني أن الأمة كلها، مؤمنها وكافرها، أولها وآخرها، إنسها وجنها، أرادوا أن ينفعوك بشيء ولو كان قليلا لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فإن لم يكتبه الله لك فوالله لن ينفعوك بشيء، لأن هؤلاء القوم لا يخرجون عن إرادة الله ولا يخرجون عن قضاء الله وقدره. والله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق القلم فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلائق. فكتب ما هو كائن في هذه الحياة من النفع أو الضر أو الشر أو الخير. وإذا أدرك العبد هذه الحقيقة تجلى له معاني العقيدة الصحيحة، وعلم أن النافع والضار والمعطي والمانع والقدير هو الله عز وجل. وإذا أدرك هذا تعلق قلبه بالله وأقبل عليه، وقطع الأوصال بينه وبين الخلائق، لأنهم لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له. ولو أرادوا أن يضروه مهما مكروا وكادوا ومهما خططوا وفعلوا فإنهم لا يستطيعون أن يفعلوا إلا بشيء قد كتبه الله على العبد. فلا تمحوه الأيدي، وإن يمسسك الله بخير فلا راد لفضله، فلا أحد يرد فضل الله عز وجل عليك. فإذا أدرك الشباب هذه الحقيقة وأيقنوا هذه المعاني الصادقة أقبلوا على الله بخطى ثابتة وإيمان قوي ويقين صادق. وفي لفظ آخر قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه أيضا من أعظم المعاني في هذا الحديث، حيث يحث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس أن يتعرف على الله، أن يتعرف على الله ساعة الرخاء وساعة العسر. والتعرف على الله ساعة الرخاء وساعة العسر أن يعبد ربه عز وجل، وأن يحافظ على حدوده، وأن يمتثل لأوامره، وأن يجتنب لزواجره. فمن عبد ربه عز وجل في هذه الساعة فإنه قد عرف ربه في ساعة الرخاء. وتبا لقوم لا يعرفون ربهم إلا في ساعة الشدة والكرب، وحالهم كحال المشركين الذين يشركون مع الله عز وجل غيره، حتى إذا ما أدركهم الموت وجاءهم من كل مكان وتلاعبت بسفينتهم الأمواج وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه دعوا الله مخلصين له الدين. فتبا لقوم لا يعرفون ربهم إلا في المناسبات، حتى إذا ما خرجت هذه المناسبات خرجوا من الطاعة، ولربما خرجوا من الدين، ولربما خرجوا من العقيدة. فتبا لهؤلاء القوم. وقد روي في الحديث في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين، ثم قال آمين، ثم قال آمين. فسئل عليه الصلاة والسلام: لما قلت هذا؟ قال: أتاني جبريل فقال: سحق من أدركه رمضان ولم يغفر له، أي سحق من لم يعبد ربه إلا في رمضان، وسحقا لمن لم يعرف ربه عز وجل إلا في المناسبات. ولأن التعرف على الله في ساعة الرخاء واليسر تحافظ على هذه الصلة التي بينك وبين ربك عز وجل، فلا تقطعها أيادي الشهوات ولا تقطعها أيادي الشبهات. وإذا تعرفت على الله في الرخاء ومعرفة العبد إلى ربه عز وجل معرفة تبتل وعبادة، ويكون ذلك عن طريق معرفة أسمائه وصفاته. فإذا عرف العبد ربه عز وجل ازداد إيمانه
وقوي يقينه وأقبل على ربه عز وجل بالحب والخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة والتوكل وكل أنواع العبادات، فيزداد قربة إلى الله عز وجل. فإذا عرف العبد ربه عز وجل ساعة الرخاء فإن الله عز وجل يعرفك في ساعة الشدة، لما تنزل بك الخطوب وتشتد بك الكروب، فإن الله عز وجل لا ينساك، لأنك ما نسيت ربك عز وجل في ساعة اليسر فلا ينساك ساعة العسر، فيثبت قدمك وقد التحمت بك الكروب واشتدت بك الخطوب، فيثبت قدمك ويجيب دعوتك. المشروع لا يشغل. نعم، يعرفك الله عز وجل في ساعة الرخاء، في ساعة الشدة، وهذا فيه إشارة إلى أن العبد قد يبتلى فتنزل به الشدائد وتعظم به المصائب، فإذا عرف ربه عز وجل فلا ينساه في أيام الشدائد وأيام المصائب. ولعل أعظم الشدائد التي تحل بالعبد إذا وضع في قبره، ولعل أعظم الشدائد التي تحل بالعبد إذا أوشك على مفارقة الحياة، فإن الله لا ينساك، فيثبت قدمك ويثبت لسانك على قول لا إله إلا الله، ويثبت قولك على قول إن ربي الله، وإن الإسلام ديني، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم رسولي ونبيي. فمن عرف الله عز وجل في ساعة الرخاء فإن الله عز وجل يعرفه في ساعة الشدة وفي ساعة الكرب. ففاز العارفون بالله الذين قطعوا الصلة بينهم وبين الخلائق وأقبلوا على الله عز وجل خوفا وحبا ورجاء وإقبالا وانكسارا، وعبدوا الله عز وجل في جميع حياتهم، في ساعة اليسر وفي ساعة العسر، في ساعة الرخاء وفي ساعة البلاء. فهؤلاء هم حقيقة العارفون بالله وعباد الله الصالحون الذين فازوا ورب الكعبة بمعية الله عز وجل معهم في ساعة اليسر وفي ساعة العسر. ثم قال واعلم أن النصر مع الصبر، لا يكون النصر ولا التمكين ولا الفوز إلا إذا ذاق العبد مرارة الصبر، الصبر على الطاعة بفعلها، والصبر على المعصية باجتنابها، والصبر على قدر الله عز وجل بالرضا والاطمئنان. فمن أتى ذلك فحقا يبشر بالنصر في الدنيا وفي الآخرة، ويكون في الآخرة من الفائزين. ويبشر أيضا بالتمكين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد سئل أحمد رحمة الله عليه عن الصبر فقال إن الله ذكر الصبر في القرآن الكريم أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة لبيان عظم الصبر. والمؤمن يعيش بين البلاء والرخاء، فإذا بلي فليصبر، وإذا نعم عليه فليشكر. والإيمان نصفه صبر ونصفه شكر، فمن جمعهما فقد جمع الإيمان، فقد جمع الإيمان. ولأن الصبر هو مفتاح الفرج ومفتاح النصر والتمكين. وقد سئل الإمام الشافعي رحمة الله عليه فقيل له أيهما أفضل، أيمكن الرجل أم يبتلى؟ فقال ولنعم ما قال، وكان عالما بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعالما بسنن الله الكونية. فقال لا يمكن الرجل حتى يبتلى، لا يمكن الرجل حتى يبتلى، حتى يمر على صراط الابتلاء، لأن الابتلاء فيه التمحيص
ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فإن الابتلاء كابتلاء الحديد للتمييز بين جوهره وبين غشه، فكذلكم الابتلاء يميز بين الصادق وبين الكاذب. قال لا يمكن حتى يبتلى. إن الله عز وجل ابتلى نبيه نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، فلما صبروا مكنهم الله عز وجل. فلا يذوق المرء طعمة الصبر حتى يذوق طعمة النصر حتى يذوق مرارة الصبر ويذوق مرارة الابتلاء. قال وإن الفرج مع الكرب. هكذا يعلمه على الطمأنينة والصدق، وحسن الظن بالله عز وجل، أن هذا الكرب مهما امتد ومهما اشتد فإنه يكون بعده فرج قريب، فلا يكون الفرج إلا بعد الشدة، إلا بعد الابتلاء. فلا عليك أن تجزع ولا أن تقلق، ولا عليك أن تسخط على قضاء الله وقدره. وكأنه يعلم هذه الكلمات حتى يهيئ نفسه للبلاء فيصبر، وللشدة فينتظر الفرج ويحسن الظن بالله عز وجل. وخاب قوم ساء ظنهم بالله عز وجل، فلما نزلت بهم الكروب لجوا إلى القبور وإلى الأضرحة يرجون تفريج الكروبات وإجابة الدعوات. خاب هؤلاء القوم وما عرفوا ربهم عز وجل. أما المؤمن الصادق هو الذي يعلق آماله بالله رجاء تفريج كربته، ويحسن ظن بالله، فمهما اشتد به البلاء اشتد به الكرب فتراه راسخ القدم عالي الهمة رافع الدعاء إلى الله عز وجل، ويكف يديه متضرعا بين يدي الله عز وجل. ثم قالوا إن مع العسر يسرا، وأن هذا العسر لن يغلب يسرين. فمهما كان العسر ومهما كانت الشدة فسيكون بعده اليسر ويكون بعده التفريج. فالحاصل أن هذه الكلمات تضمنت معاني التوحيد ومعاني الأخلاق، وتضمنت قوة الصلة بين العبد وبين ربه عز وجل. فما أحوجنا إلى هذه المعاني، إلى فهمها والعمل بمقتضاها والوقوف عند حدودها، فإنها تكفل لنا باستقامة الشباب وسلامة عقيدتهم وصفاء منهجهم وسلامة أخلاقهم. حتى أن بعض أهل العلم قال لما قرأت هذا الحديث أدهشني لما تضمن من هذه المعاني، والله لو وردد مرات وكرات لا يمل ولا يسأم منه، لأنه كشف عن معالم الدين ومعاني العقيدة الصحيحة. فهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس ولنا أن نتقيد بها وأن نمتثل بها، فإنها قد تكفلت وتضمنت سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. والله ولي التوفيق، وبارك الله فيكم وفي حضوركم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله خيرا شيخنا على هذه الكلمات التي نسأل الله جل وعلا أن يجعل لها قبولا في قلوب إخواننا. وعلى كل حال الشيخ مريض وجاءنا فجزاه الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمره، ندعو الله عز وجل له بالشفاء، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه. وأذكر إخواننا بالمحاضرة الثانية
بعد صلاة الظهر مباشرة لفضيلة الشيخ الأزهر. والمسألة الثانية رجاء من إخواننا ألا يتقدم أحد أمام الشيخ، لأن الشيخ يسافر الآن. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.